السلام عليكم. بهذا المقطع يا شباب راح احكي عن تركاية كلش مهم انه تعرفها بحياتك. حرفيا بعد ما تعرفها راح تنقل الانتاجية عندك 180 درجة، واللي هي انا سميتها خدعة الشغف. احنا يا شباب دائما نلاحظ نفسنا من نريد نبدي اي عمل معين، سواء قراءة كتاب، دراسة موضوع معين عندك، او اي عمل معين اديت الى اخره. راح نلاحظ قبل ما نبدي العمل اكو الحالة الاولى يكون عندنا حماس لهذا العمل، حماس انه نقوم به، وغالبا هذا العمل يكون عمل ترفيهي. الحالة الثانية واللي هو يكون عندنا تنافر، او نقول ماكو اي حماس، ماكو اي رغبة انه تقوم تسوي هذا العمل. السبب انه هذا العمل ما راح يعطيك دوبامين، وهاي النقطة تكلمنا عليها بالمقطع الاخير، لازم تشوفونه على مود تفتهمون كل شيء العلاقة بالملل. لكن بهذا المقطع ما راح احكي عن الملل، انا تكلمت عليه بذاك المقطع، راح تلقون رابطة بالوصف وبعلامة تعجب، وايضا بنهاية المقطع راح يطلع لكم المقطع تقدرون تشوفونه. بكل بساطة يا شباب، من تريد تسوي اي عمل، مثلا يقول عندي هذا المقطع اريد اسوي له اديت، انا قبل لا ابدي بالعمل راح اشوف روح انه انا ما متحمس، ما اريد اقوم اسوي، ما اريد ابدي. بكل بساطة يا شباب هذا الشعور هو شعور كاذب، لانه من راح تبدي بالعمل، مثلا انا راح اقوم وافتح البي سي وادخل على برنامج الايديت وابدي اشتغل على المقطع، راح الاحظ نفسي انه اني حرفيا بديت اندمج ويا الشغل، بديت اسوي هاي الحركة، ابدي اسوي ومدون لا ادري الاحظ نفسي انه انا صاير لي ساعة، ساعتين، 3 ساعات اشتغل على المقطع، الرغم اني بالبداية قبل لا اسوي العمل كيف ما متحمس له. هذا المثال نقدر نطبقه على كل شيء بالحياة، سواء قراءة كتاب، مثلا انا عندي هذا الكتاب ما متحمس ابدي اقرا، بس من اكون شيء وابدي اول صفحة ثاني صفحة ومدون لا الاحظ قاري لي 20 30 صفحة. هذا يا شباب بسبب انه الانسان مع ما يعني من راح يبدي بالعمل راح يحس بشعور الرضا، راح يحس بشعور نقول الاستمتاع، واللي هو راح تفرزه الدوبامين نفس ما قلنا، فمع الوقت راح يتعود وراح يستمتع بالعمل. وخاصة انه غالبا الاعمال اللي ما تتحمس لها هي اعمال نقول راح تستفاد من عندها، اعمال لازم تسويها، فلذلك من راح تسويها بكل الاحوال راح تشعر بشعور رضا عن النفس انه اني سويت العمل اللي كان لازم اسويه. فعلى حال يا شباب قلت لكم انه هاي اللي تركاية كلش مهم تعرفوها. ليش؟ لانه انت هسه من راح تبدي عمل، مثلا اني عندي اليوم فصل الاول من مادة الرياضيات لازم اقراه، لكن انا قبل لا ابدا اقرا ما عندي حماس. هسه بعد ما عرفتوا هذا الكلام تذكروا يا شباب هذا المقطع وقولوا راح اسوي شرط ونتيجة. بكل بساطة يا شباب راح اشرط على نفسي شرط واعطي نتيجة، اقول راح احل 5 تمارين بالرياضيات، اذا حليت 5 تمارين وبعدني ما متحمس للمادة، ما اقرا، ما بعد يعني ما ادخل جو المادة، 5 تمارين اذا حليتها وما دخل الجو راح اترك المادة ما راح اقراها. اذا الشرط انه احل 5 تمارين، النتيجة اذا تحمست اقرا المادة، لا ما تحمست اترك المادة. ونقدر نطبقها على الجيم، مثلا اني اقول اروح للجيم بس اسوي كارديو، بس اركض، مثلا اركض ال5 دقائق، ادخل 5 دقائق للجيم، اذا تحمست اكمل، اذا ما تحمست ارجع للبيت. راح تلاحظون انه بس تبدي بالعمل خلاص بعد ما تهتم الشيء اسمه شغف واسمه حماس، راح تدخل جو العمل. فلذلك انا سميته خدعة الشغف، انه الشغف اللي راح تحس به قبل لا تبدي بالعمل هو شغف كاذب. لذلك بس تتغلب على هذا الشغف الكاذب راح تلاحظ انه انت دخلت جو المال. اتمنى يا شباب عبيتوا المقطع او استفاديتوا من عنده. سويت هذا المقطع لانه هاي النقطة بعد ما عرفتها وبعد ما بديت اطبقها لاحظت انه الانتاجية عندي زادت بنسبة كبيرة. فلذلك انصحكم دائما تذكرون هذا المقطع من راح تسوون اي عمل، تذكروا انه انتم لا تهتمون للشغف بداية العمل، وانما بس تبدون بالعمل راح تلاحظون انه اكو شغف تلقائي يجي. اعذروني يا شباب عن الانقطاع، لانه تعرفون طالب طب بشري، في ذلك ما عنده وقت كثير على مود اسوي لكم مقاطع، وايضا صراحة ما كان عندي نقول هواي شغف في اليوتيوب، ما عندي الصراحة، كان رغبة اني مو قصة انه انا ما متحمس، وانما انا ما كنت اريد انشر شيء خلال هاي الفترة. تعرفون هاي السنة تخلص السنة وابدا اشتغل على القناة مرة ثانية، خذيت يعني نقول اجازة بسيطة، ان شاء الله راح ارجع انشر لكم مقاطع هواي خلال هاي الفترة. لذلك اشتركوا، خلوا لي يا شباب دعم على هيك مقاطع على مود استمر عليهن، لانه دعمكم هو اللي يحدد انه هل هذه المقاطع تريدوها او لا. فكتبوا لي ايضا جوا بالتعليقات اذا تعرفون هاي الخدعة او استفاديتوا من عندها، او اذا تعرفون ممكن اشياء تفيد بعد ناس اكتبوا لي جوا. وايضا تابعوني بالانستا، راح اسوي مقطع عن سالفة العلاقات المحرمة
الخدمة والعلاقات يقول الإلكترونية. فأحتاج رأيكم بها، فلذلك تابعونا على الانستا على مود أول ما ينزل البوست أو أول ما أنزل السؤال بالستوري مالتي تجاوبون عليه وتشاركون. فأتمنى عجبكم المقطع، لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة، ويه مع السلامة.